كرة مخطوفة من جانب توتنهام هوتسبير، وميلير ينطلق الآن على الجهة اليسرى. بالميلير كرة تعود من ميلير وضغط من ميرالين بيانيتش، وهذه كرة مخطوفة. انطلاقة سريعة الآن من روبرتو بيريرا وفرصة للهدف الأول. جول أول لليوفي عن طريق باولو ديبالا. الهدف الأول يأتي الآن في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، لكن عمل أكثر من رائع من جانب اللاعب روبرتو بيريرا استخلص الكرة بطريقة ولا أروع بعد الضغط على ميليرا، الضغط على دفاعات توتنهام هوتسبير، وبعد ذلك تمريرة على طبق من ذهب لباولو ديبالا على قدمه التي يعشق اللاعب بها، القدم اليسرى الساحرة لباولو ديبالا. يسجل الهدف الأول في شباك الحارس ميشيل فورم، واليوفي يتقدم بهدف مقابل لا شيء. روبرتو ماكسيميليانو بيريرا، اللاعب العمره 25 عام، اللاعب السابق لريفر بليت، اللاعب السابق لودينيزي، يصنع الهدف لباولو ديبالا النجم. راح الخطوة على الشمال وكانت الكرة في المرمى، ركنية. باولو ديبالا يلعب خطيرة، فرصة وضغط من المهدي بن عطية وضغط من لاعبي اليوفي، ومرة أخرى محاولة وكرة جول للمهدي بن عطية. يسجل النجم العربي المغربي بالرأس الهدف الثاني لليوفي في هذه المباراة. النجم القادم من البايرن إلى اليوفي يسجل الثانية الآن. المهدي أمين بن عطية النجم العربي المغربي يسجل أول أهدافه بقميص لافيكيا سينيورا. المهدي بن عطية يسجل بضربة رأس مميزة جدا على يمين حارس المرمى ميشيل فورم، صعبة لأنها عكس اتجاه الحركة لميشيل فورم اللي كان بيتحرك للجهة اليسرى، ووضعها له المهدي بن عطية كما يقول كتاب ضربات الرأس على يمينه عكس اتجاه حركته، ويحتفل بهذه الطريقة الرائعة. المهدي بن عطية يسجل الثاني الآن في هذه